فتلاقي واحده مثلا بتشتكي ان هي تعيسه جدا في حياتها الزوجيه ولو عليها تتطلق بس عايشه عشان الولاد والكلام اللي احنا عارفينه ده، وتقول لك مع ان الشهاده ان هي راجل محترم واب مهتم باولاده ومش سالك ايده يعني وعلى طول متواجد، مش اللي هو رامي الدنيا وقاعد على القهوه وبتاع. بس انا بحس ان انا زي اي كرسي او ترابيزه في البيت او موظف بقوم بادواري الزوجيه ومتشكرين قوي، ولا حتى من غير متشكرين قوي. يعني ممكن مثلا اتشقلب في المطبخ 3 ساعات واحط الاكل على الترابيزه وكاني حاطه لهم تبن، مفيش اي، ولو بقى اللي هو صعبان عليا وقفتي فيعني ايه رايكم في الاكل، اسمع كلمه حلوه تلاقي بقى لابس خوذه مهندس الكواليتي كنترول. بس الممشي دي حاجه مش، بعدين الملوخيه دي مش مشفوق عليها كويس، شهقتي شكلك ما شهقتيش، او يعني الشهقه في حاجه في الشهقه. بعدين اصلا الاكل ده ماليش فيه قوي، يعني انت ما بتنوعيش ليه؟ لما ساعه ما اتجوزنا مثلا ما عملتيش باميه، خلاص مش هعمل لك باميه بكره، لا اوعي، انا ما بحبش الباميه، انا بس بقول يعني لو هو اي حاجه علشان ما يبينش ريقها بكلمه حلوه، لا تفتكر نفسها شاطره ولا عامله اللي عليها لا سمح الله ولا حاجه. ولو جيت تتكلم مع الزوج ده تلاقيه يقول لك ايه، على فكره انا زمان كانت والدتي دايما تشتكي ان والدي مش قاعد معاها في البيت وعلى طول قاعد على القهوه، وانه ما بيساعدهاش في تربيتنا انا واخواتي. انا ما بعملش كده، يعني انا بقعد في البيت وبساعدها في الولاد، يعني ايه المطلوب عشان ابين لها ان انا مهتمه وان انا بحبها، يعني ايه المطلوب؟ هنا هو بيتكلموا لانجويج مختلفه، هو بيعبر بطريقه وهي بتفهم طريقه تانية. هي واضح ان اللانجويج بتاعتها الافيرماتيف وورد. ايه بقى الافيرماتيف وورد؟ الكلمه الحلوه اللي هي جبر الخواطر. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ الكلمه الطيبه صدقه. وانت مستخسر الكلمه الطيبه في مراتك وعايز تعيش سعيد، يعني جود لك. الكلمه الحلوه دي جنب طبعا المحفوظات بتاعت انت خسيتي الله اصفر عليكي حلوه قوي الفستان ده فعلا ما اعرفش ايه، دي طبعا عارفينها. بس في حاجات تانية، يعني مثلا عارفين يا ولاد لو مامتكم كانت عامله لنا مكرونه وفراخ بانيه احنا كنا هناكل وننبسط ونبقى اخر طاقتنا. انما هي قررت النهارده تقف نص ساعه ديتا علشان تعمل لنا المسقعه اللي احنا بنحبها، ده بقى اسم الاحسان. بس الكلمتين دول انت بقيت في نظرها جورج كلوني بفانيلتك وكرشك في لحظه، كلمتين ما كلفوكش جنيه. او مثلا تبقى بتشتكي لك من العيال ومطلعين عينيها وتعبوها وما اعرفش ايه، فتروح قايله ايه، والله يا حبيبتي ده انا بقعد معاهم ساعتين ببقى عايزه اعلقهم مكان ضغط الدارتس وانشن، انت بقى غالك 6 شهور من اول القصر قاعده معاهم 24 ساعه، ده انت والله ربنا يكون في عونك. بس على فكره مجهودك باين والله يعني فعلا مجهودك والولاد هتقعد على الكلمتين دول 6 شهور كمان في الحظر عادي. من التبس الظريفه جدا اللي قالها الكتاب ان انت مش بس تقول لها كلام حلو، تقول كلام حلو عليها من وراها لصحابها لاهلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد من الصحابه سال مين احب الناس الى قلبك، قال عائشه قدام ابوها قدام كل اصحابه. سمعنا القصه دي كم مره، نتعلم بقى نتعلم. طبعا بقى اللغه دي لغه حريمي، يعني الرجاله ما بيفرقش معاها قوي موضوع يسمعوا كلام حلو، لا absolutely. زي ما في ستات بتحتاج affirmative words في رجاله بتحتاج affirmative words عادي جدا. وبس الفرق ان ممكن يكون ان الكلام اللي ليه علاقه بالشكل ما يفرقش معاهم قوي. تصدق الفرق من جنب نور وشك، وبعدين اللون ده في التيشيرت بيخبي الهالات السوداء، يعني مش هياكل. بس مثلا جربي تقولي له ايه، والله بالعيال انت بتتعب وبتشقى في الشغل وبتصرف على البيت اكل وشرب وفواتير. وطبعا يعني هو الزوج من مهام الانفاق وكل حاجه، بس في رجاله ما بتعملش كده، يا اما عشان مش قادرين يا اما عشان لا مؤاخذه نطاعا مش عايزين. فانا بس حبيت اقول لك ان انا واخده بالي ان انت ولا من دول ولا من دول، وانت راجل محترم، يعني ربنا يخليك لينا. بس او مثلا تلاقيه قاعد بيلعب مع ولاده، حتى لو دي حاجه بتحصل مره في الشهر مش مشكله، فتروحي معلقه انه ونامي تمام محظوظه عشان انتوا عندكم اب جميل ربنا يخليهم. كلمه لو تعرف هو معنى الكلمه، يقول لك الكلمه نور وبعض الكلمات قبور. طب هنعمل ايه بقى؟ هبقول له كلام حلو؟ لا مش هقول له، ده ورق او قلم جدول عشان ما يفوتش يوم الا لما تسمعها كلمه حلوه، ما يفوتش يوم الا لما تسمعين كلمه حلوه. كلمه بقى جت في بالك، حركه عملها وانتي نسيتي تعلقي فتروحي كاتباها عشان تفتكري تعلقي، حاجه ظريفه حد قالها على حد قدامك فحسيتي انها تطلعي وحلوه هبقى اقولها له.